لو لسه ما جربتش تركب طياره فيلا بينا نجرب نركبها سوا في مطعم الشيف ناصر اللي موجود في مدينه نصر. وزي ما انتوا عارفين انا بحب اجرب اماكن كتير، بس ده اكتر مكان ابهرني في الديكوريشنز بتاعته. كل حاجه هناك هتحسسك ان انت في طياره بجد. المطعم ده فيه مأكولات شرقيه وغربيه وبحريه، يعني هتحس ان انت بتلف العالم وانت قاعد مكانك. والاذان اذن ونزل لنا العصاير وانواع مختلفه من السلطات، كان شكلهم حلو قوي بالعصير كان طعمه لذيذ. واول حاجه بدات بيها هي شوربه الكريمه بتاعتهم، كانت مليانه بقطع فراخ صغيره وكان طعمها تحفه. ولازم بقى احكي لكم عن اللازانيا الاموره دي، كانت خطيره مليانه بالجبنه، كمان لازم لما تروح تجربها. ولو ليك بقى في السمك فانت لازم تطلب طبق الفيليه المليان بالجمبري ده، وكان طعمه حلو قوي بصراحه. وعندهم كده كمان طبق ابيتايزر فيه كوبيبه وسمبوسك واونيون رينجز. ونيجي بقى لاكتر طبق شدني، هو طبق الستيك ده، كان معاه صوص كده فظيع، كمان بيجي معاه خضار سوتيه وكمان بطاطس، واللحمه بتاعته كانت بتدوب. ولو مالكش بقى في كل اللي فات ده فانت ممكن تجرب من عندهم الفرايد تشيكن، حلو قوي بتقرمش كده. كمان عندهم فرايتي تانية من الرز او تشاينيز باستا، كانت حلوه قوي، كانت مليانه بالفراخ وكمان الخضروات. قبل ما امشي عايزه اقول لكم على حاجه، ان كمان المطعم ده فيه كورنر ممكن تاكل فيه ديزرت او تشرب حاجه سخنه بعد الفطار، او كمان ممكن تعمل عيد ميلادك. المكان ده حلو قوي فعلا ومختلف عن اي مكان روحته. لو عايز تجرب احساس الطياره يبقى لازم تروح طياره الشيف ناصر اللي موجوده في مدينه نصر.